اللي قدامكم في الصورة تحت ده اسمه سامر سيد، المعنى الحقيقي للغدر والخيانة. هو اللي قدر يفهمنا المثل اللي بيقول اتقي شر من احسنت اليه. سنة 2023 2 اخوات مصريين عايشين في قطر، عبد السلام محروس وجمعة محروس. القصة بدأت ان الاخ الكبير عبد السلام سافر للدوحة عشان يشتغل، وبعد سنين تعب قدر ان هو يأسس شركة للمقاولات خاصة بيه، وقرر ان هو يبعت لاخوه جمعة من مصر عشان يشتغل معاه. وفعلا جمعة اخوه سافر له وقعد معاه في السكن، وكان قاعد معاهم شاب مصري صديقهم الثالث اسمه شعبان الشيمي، مهندس من الفيوم. والتلاتة كان معروف عنهم ان هم جدعان ورجالة ومحبوبين جدا من الجالية المصرية هناك. وفي شهر ابريل سنة 2023 تاني يوم رمضان، الثلاث شباب بعد الفطار بيتمشوا في الشارع، لقوا شاب مصري قاعد على الرصيف عمال يبكي ويعيط وفي حالة صعبة جدا. فقرروا ان هم يقفوا يسألوه ويشوفوا مشكلته ايه ويساعدوه. فوقفوا سألوه وقال لهم، حكى لهم قصته يعني. قال لهم انا شاب مصري اسمي سامر محمد سيد، عندي 44 سنة، ساكن في شبرا الخيمة في مصر، وكنت شغال مبلط سيراميك في مصر، بس الحالة كانت وحشة وظروفي كانت صعبة جدا. قرر ان هو يسافر قطر كسياحة يحضر كاس العالم، وبعد كده يهرب ويدور على شغل عشان يقدر يصرف على زوجته ومراته وعيلته. بس هو للأسف لما سافر وعمل اللي في دماغه ده كله معرفش ان هو يلاقي شغل، لان هو ما معهوش تصريح عمل. وفضل 4 ايام على الرصيف، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا فلوس. واهله بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاه عشان يبعتوا له فلوس عشان يقطع تذكرة ويرجع، بس هم مش عارفين. فصعب جدا على الشباب وقرروا ان هم يساعدوه، وقالوا له خلاص تعالى معانا السكن. فعلا راح سامر معاهم وقعد معاهم 25 يوم كاملين في رمضان، واكل شارب نايم مبسوط، وهم في نفس الوقت عمالين يدوروا على شغل ليه. ان كل الناس اللي حواليهم اجمعت ان تصرف سامر مش طبيعي، خصوصا جمعة كان حاسس ان هو في حاجة غلط، مش مرتاح له بمعنى اصح باي شكل من الاشكال. وبعد ما قعد معاهم 25 يوم قرروا ان هم يصرحوه ان هم مش لاقيين له شغل، وان هو لازم يرجع مصر، وان احسن حل ليه ان هو يرجع بلده ويحاول يدور على شغل هناك، وان شاء الله ربنا هيكرمه ويرضيه. طبعا الكلام ما عجبهوش، وبدأ ان هو يتحجج ويقول لهم اصلا انا ما معيش فلوس تذكرة الرجوع، لكنهم عشان هم رجالة طمنوه وقال له ما تخافش ما تقلقش، احنا معاك وهنديك الفلوس اللي انت عايزها، وهنقطع لك التذكرة، وهنديك كمان فلوس تشتري هدايا لأهلك وانت راجع، وهنديك كمان فلوس معاك وانت راجع. صراحة الرجالة ما قصروش، وراح جمعة فعلا عشان يقطع له تذكرة الرجوع، وتذكرة الرجوع بتاعته كانت يوم 27 رمضان. لكن للأسف تفكير سامر كان بعيد جدا، وكان بيخطط ان يسرق فلوسهم ويرجع لمصر، وكان بيراقبهم طول الوقت، وكان عارف ان الاخ الكبير عبد السلام في خزنة كبيرة جوه البيت. عبد السلام ده كان بيعين فلوسه جوه الخزنة دي وبمبالغ كبيرة جدا. بمجرد ما جمعة رجع وقال لسامر ان طيارتك يوم الثلاث الفجر، سامر قرر ان ما عادش الا ايام قليلة جدا عشان ينفذ جريمته، وقرر ان هو هيجيب لهم مخدر ويخدرهم ساعة الفطار ويسرق فلوسهم ويرجع على مصر. قبل السفر بكام ساعة كان الموجود في البيت الاتنين الاخوات عبد السلام وجمعة، وسامر حط لهم العصير ساعة الفطار وشربوه من هنا وناموا. وسامر ابتدى ان هو يسرق الشقة، لكن لسوء حظه ان المنوم اللي هو حطه لهم في العصير ما كانش قوي كفاية، فالشباب صحيوا على صوت سامر وهو بيقلب الشقة. وهنا كانت المفاجأة، بس هما كانوا دايخين جدا بسبب المنوم وحاولوا ان هما يمنعوه، بس هو قدر بكل سهولة ان هو يتخلص منهم بآلة حادة كانت معاه، وكل واحد فيهم اكتر من مرة لحد ما خلص عليهم.
وقدر ان هو يسرق الشقة بسهولة، وسرق كل حاجة فيها من فلوس وحوالات، ده حتى هدومهم ما عتقهاش. اثناء السرقة اتفاجئ سامر بدخول صديقهم الثالث عليه، واول ما شاف المنظر هجم بسرعة على سامر، بس سامر كان اسرع منه وفضل يضرب فيه لحد ما اتأكد ان هو مات، ونقل ال3 ضحايا في اوضة لوحدهم، وبقيت البيت روقوا ورتبوا ونضفوا كأن ما كانش فيه اي حاجة خالص، ونزل جري بسرعة على المطار عشان يلحق الطيارة اللي هم حاجزينها له. والطيارة طلعت على مصر، وفي نفس اليوم الفجر جالهم واحد صديقهم عشان يصلوا الفجر زي ما هم متعودين. قعد يخبط على الباب، محدش بيرد، يرن عليهم، موبايلاتهم هم ال3 مقفولة، فبدأ ان هو يقلق، خصوصا ان عربياتهم كلها راكنة تحت البيت. رجع يرن عليهم تاني، برضو موبايلاتهم مقفولة، فهو قلق، فاتصل بالشرطة، والشرطة جت في ساعتها واقتحمت البيت وكسرت باب الشقة. وهنا كانت صدمتهم اول ما دخلوا الشقة وشافوا منظر عبد السلام وجمعة وعلي، منظرهم فعلا كان يحزن. وهنا ابتدت الشرطة ان هي تشوف كاميرات المراقبة، وصاحبهم ده قال للشرطة انا متأكد ان اللي عمل الجريمة ده هو سامر، لان تصرفاته ما كانتش طبيعية، ان هو لما كان بيشوف صحابهم كان بيقعد يتسول عليهم، وكان بيعمل شغل كده شحاتة، وتصرفاته ما كانتش طبيعية، فهم اصلا كانوا شاكين فيه من الاول. فعشان كده اول واحد جه في بالهم قالوا للشرطة ان سامر هو اللي عمل كده، الشاب المصري اللي جه قعد معاهم. في بعد دقايق ظهر سامر في كاميرات المراقبة، والشرطة اتصلت على مطار الدوحة فورا عشان يوقفوا الرحلة اللي فيها سامر. كانت طلعت خلاص، وتعاونت الشرطة القطرية مع الانتربول عشان يعرفوا خط سير الرحلة. وبمجرد ما نزول سامر في مطار القاهرة لقى الشرطة كلها قدامه، وحصلوا كل المسروقات اللي معاه، من موبايلات لفلوس سرق كل حاجة، ما خلاش بكل حاجة، بس اترحل تاني على الدوحة لان الجريمة حصلت على الاراضي القطرية، ولحد دلوقتي القضية لسه ما تمش الحكم فيها. وفي اخر الفيديو اوعى تدخل حد غريب بيتك، ولا تثق في حد ثقة عمياء، لان اللي زي سامر عادوا موجودين كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده، وربنا يرحمنا ويكفينا شرهم يا رب.